مرحبا وتحياتي للجميع. في هذا الفيديو سنعمل على تصحيح فرض محروس رقم 1 في مادة الفلسفة بالنسبة للجذور المشتركة. إذا سنعمل على الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: عرف المفاهيم التالية. 5 نقط. المفهوم الأول وهو الفلسفة. إذا كتعريف الفلسفة بصفة عامة بأنها كلمة يونانية مشتقة من كلمة فيلوصوفيا، فيلو تعني المحبة وصوفيا تعني الحكمة. والفلسفة عموما يعني ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد مع الحكماء الطبيعيين. إذن وتهتم بمباحث كبرى أهمها الأنطولوجيا والإبستيمولوجيا والأكسيولوجيا. إذن المفهوم الثاني وهو الميثوس. الميثوس كلمة يونانية تعني الأسطورة، كلمة يونانية تعني الأسطورة. المفهوم الثالث وهو اللوغوس، وهو كلمة يونانية تعني الخطاب أو المبدأ أو العقل أو الفلسفة عموما. المفهوم الرابع وهو الأغورا. الأغورا هي الساحة العمومية، الساحة العمومية التي توجد في اليونان، الذي يناقش فيها الفلاسفة القضايا الفلسفية والمعرفية عموما. المفهوم الأخير هو المسلمة. المسلمة عموما يمكن القول بأنها هي الفرضية التي ينبني عليها الاستدلال. مسلمة هي الفرضية التي ينبني عليها الاستدلال. إذن 5 نقط لكل تعريف صحيح، نقطة واحدة. بالنسبة للسؤال الثاني: ضع علامة X في الخانة المناسبة. طاليس هو من أرجع أصل العالم إلى الهواء. طاليس هو من أرجع أصل العالم إلى الهواء. خطأ. إذن ليس طاليس وإنما أناكسامنيس. سقراط هو أول فيلسوف. خطأ. قلنا ليس سقراط هو أول فيلسوف وإنما طاليس هو أول فيلسوف. هيراقليطس هو من أرجع أصل العالم إلى النار. نعم صحيح. أنكسيمندر هو الذي أرجع أصل العالم إلى التراب. خطأ. أنكسيمندر هو أرجع أصل العالم إلى اللامحدود أو الأبيرون. نيتشه من الفلاسفة اليونانيين. الجواب خطأ. إذن لكل جواب صحيح نقطة واحدة، 5 نقط. السؤال الثاني: صل بسهم. إذن سقراط هو قال بأن كل ما أعرفه وأنني لا أعرف شيئا، كل ما أعرفه وأنني لا أعرف شيئا. إذن سقراط هو صاحب قولة كل ما أعرفه وأنني لا أعرف شيئا. نعم. أرسطو هو تلميذ لأفلاطون. تلميذ لأفلاطون. نعم. أنكسامنيس هو فيلسوف طبيعي. فيلسوف طبيعي. طاليس هو الذي قال بأن أصل العالم هو الماء. إذن طاليس هو الذي قال بأن أصل العالم هو الماء. وأخيرا عندنا أنكسيمندر هو الذي قال بأن أصل العالم هو اللامحدود أو الأبيرون. اللامحدود أو الأبيرون. إذن لكل جواب صحيح نقطة واحدة. إذن ننتقل إلى السؤال الأخير وهو كالتالي: ما الذي يميز الخطاب الفلسفي عن الخطاب الأسطوري؟ ما الذي يميز الخطاب الفلسفي عن الخطاب الأسطوري؟ عموما يعني يمكن اعتبار أن الخطاب الفلسفي هو يعتمد على اللوغوس، بينما الخطاب الأسطوري يعتمد على الميثوس. الخطاب الفلسفي يعتمد على ثقافة مكتوبة ومعه ظهور الحروف الأبجدية، بينما الخطاب الأسطوري يتميز بأنه ثقافة شفهية ويعتمد على السرد الخيالي، على عكس
الخطاب الفلسفي الذي يعتمد على الدقة في التعبير واستخدام المفاهيم واستخدام لغة مجردة وليس لغة بلاغية وكالمجاز والتشبيه عند الأسطورة. كذلك أن الخطاب الفلسفي هو خطاب برهاني واستدلالي، على عكس الخطاب الأسطوري أنه يعتمد على الخيال والخرافة والأبطال والآلهة إلى غير ذلك. كذلك أن الخطاب الفلسفي يعتمد على الأفكار العقلية، أو أنه يعتمد على فكر نقدي، بينما الخطاب الأسطوري يعتمد على فكر بلاغي وخيالي عموما. إذن هناك اختلاف كبير ما بين الخطاب الفلسفي والخطاب الأسطوري. إذن الخطاب الفلسفي جاء كرد فعل للخطاب الأسطوري بالاعتماد على العقل واستخدام البرهان والحجاج لتجاوز الخطاب الأسطوري الخيالي. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النموذج. شكرا لكم ومع السلامة.